مغذية سهلة وسريعة وطعمها حلو، وكمان كل حاجة هنعملها في البيت بطريقة اقتصادية، وكمان اكتر من بره 1000000%. وهتوفر معاكي، يعني بحق بره هتعملي اضعاف اضعاف الكمية. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. ولو اول مرة تتفرجي على هبة متنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. بحتة لحمة صغيرة هنعمل شوية بسطرمة حلوين جدا يبقوا عندنا في الفريزر. الولاد عايزين يفطروا بيض ببسطرمة، عايزين يتعشوا بيض ببسطرمة. كل الكمية ديت بربع كيلو بس من اللحمة. هنعمل لهم كعب الغزال يديهم طاقة وباور وهم بيعملوا تمريناتهم في النادي. لو مش بس كده، ده انت هتعملي بكوبايتين بس من الدقيق هتعملي الكمية اللي انت شايفاها ديت. ولو اول مرة بتعملي مخبوزات صدقيني هتطلع معاكي زي العسل. عايزين يجيبوا اي حاجة من السوبر ماركت، احنا هنعمل لهم النايتس في البيت بطريقة سهلة وسريعة. والحشوة كمان اللي هي المربى، حتى المربى كمان هنعملها في البيت. كل الفاكهة دلوقتي موجودة في السوق، نقدر اللي احنا نجيب كميات ونعملها بطريقة بسيطة، مش كميات كبيرة، لا بكميات صغيرة. يعني كيلو واحد من الفاكهة تعمل لك كمية حلوة تقدر اللي هي تقعد معاكي على مدار الاسبوع، سواء مثلا في الفطار او في العشاء، سناك على مدار اليوم. عايزين حاجة مسكرة يبقى سندوتش او قطعة كيك على حسب ما هم عايزين. طبعا كل الحاجات اللي بقولك عليها ديت بمقادير بسيطة جدا ومش مكلفة خالص. هشرح لك كل حاجة بالخطوات واحدة واحدة واحنا شغالين. وتقريبا كده انا مش مستخدمة مكونات صعبة ولا غالية ولا اي حاجة. كل حاجة هسهلها لك، ولو في حاجة غالية عليكي هقولك البديل بتاعها اللي انت تقدري تستبدليه بحاجة تانية ان شاء الله بإذن الله تعجبك. تعالي نبدأ ونشوف هنعمل ايه. بصي بقى، انا عملت لهم هنا نايتي، بس فاكرين النايتي بتاع زمان اللي احنا متعودين ومتربيين عليه؟ يمكن دلوقتي انقرض، بس بداله بقى في كيكات طالعة كتيرة جدا. والكيكات اللي طالعة دلوقتي مش حلوة قوي زيه. فاحنا هنعمل بقى الكيكة بطريقة بسيطة ومش مكلفة خالص، وهتطلع احلى من بره مليون مرة ان شاء الله بإذن الله. بصي كده، طبعا عايزه اقولك لو انتوا بقى رايحين مصيف او رايحين مثلا رحله، الحاجات ديت بالنسبه لك برضو تبقى حلوه قوي. تبقى كل حاجه لو انتي بتشتغلي وبتنزلي الصبح والولاد بيبقوا نايمين، فتجهزي لهم بعض الحاجات ديت تبقى موجوده عندهم في التلاجة او بره التلاجة. هقولك على كل الخطوات. حتى كمان العيش التوست تقدري تعمليه بكوبايتين بس من الدقيق، تعملي احلى واطعم عيش توست للفطار. سهل وسريع، يتحط بقى جوه التوستر من غير توستر خالص، حته جبنه عليه، معلقه مربى. كل حاجه هقولك ازاي تعمليها. بصي، اول حاجه بقى هنا حطيت في قلب العجان 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين كبار من السكر، رشه ملح بسيطه، ونزلت ببيضايه. كمان هحط معلقه كبيره من الخل الابيض، واحط هنا كوبايه من الحليب. البضايه اللي انا حطيتها نقدر نستغنى عنها لو الامكانيات ما تسمحش. كوبايه الحليب اللي انا حطيتها برضو نقدر نستغنى عنها لو مش موجوده عندنا. طيب البضايه هنستغنى عنها بايه؟ مش هنحط حاجه بديل البيض، بس هنزود بس معانا معلقتين خل ابيض. تمام كده. وطبعا كوبايه الحليب هنستبدلها بكوبايه ميه عاديه خالص. عندك لبن قاطع مش هيقولك لا، عندك شرش كده من بتاع الجبنه برضو مش هيقولك لا. المهم عجنتها كويس، وفي الوقت دوت بقى جبت مكعب من الزبدة. مكعب الزبدة نقدر نستبدله بربع كوباية من الزيت، او حتى نقدر نستبدله بمعلقة كبيرة من السمنة. المتوفر عندك حطيه. سبتها تخمر، وبعد ما خمرت معايا بالشكل دوت كده، هبدأ بقى اللي انا افردها على الرخامة، وابدا ارولها بالطريقه ديت بين كل واحده والتانيه. اضغط كويس جدا بصباعي واتاكد ان انا قفلتها كويس جدا. في الصاج بتاعي او في الصينيه، القالب اللي انا استخدمته دوت ده القالب الوسط. هما بيبقوا 3 مع بعض، انا استخدمت الوسط. طب يا هبه انا مش عندي قالب زي دوت، بس عندي صينيه مربعه، ينفع؟ ايوه ينفع، ما فيهاش اي مشاكل خالص. بس حاولي على قد ما تقدري اللي انت تعملي 2 توست جنب بعض. يعني الكميه اللي انا عاملاها دي تقسميها على 2. القالب طبعا كان مدهون دهنه حلوه من السمنه، حطيت
جواه التوست، وسبته كده لحد ما خمر معايا. قعد حوالي ساعة الا ربع عقبال ما خمر، وبعد كده دخلته الفرن من غير ما ادهنه اي حاجة خالص، على الرف الوسطاني درجة حرارة 180. وطبعا ما شغلتش الشواية. اول ما خرج من الفرن رشيته رشة بسيطة من المية، وغطيته بكيس بلاستيك، وسبته بقى لحد ما هدي خالص. تقدري تقطعيه وتشيليه في الفريزر متقطع، لكن تشيليه بحاله ولما تطلعيه تقطعيه لا، ما انصحكيش بكده. تمام كده. تقدري كمان تحتفظي بيه في التلاجة، مفيش مشاكل، بس بفضل الفريزر عشان يفضل فريش لفترة طويلة. تعالي نعمل بقى البسطرمة. والبسطرمة بتاعتنا النهاردة دي بسطرمة كدابة، يعني مش البسطرمة اللي بتقعد كتير قوي عقبال ما بتستوي، لا خالص. دي بسطرمة هتعمليها وتاكليها في نفس الوقت، بسطرمة عراقي بس بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا كلنا متوفر عندنا لحمة، نقدر ناخد جزء صغير كده من اللحمة المفرومة، حوالي ربع كيلو من اللحمة. معايا بقى الطبق التاني دوت فيه ايه؟ فيه توم باودر وبصل باودر، بابريكا، فلفل اسود وملح، وكمان شوية من الكزبرة ومعلقة كبيرة من الكمون. معايا مكعب من الثوم. والطبق التاني اللي هو الغويط ده معايا معلقتين كبار من الحلبة الحصى، طحناهم في قلب الكبة بتاعة الخلاط. الاول حطيت في الكبة ربع كيلو اللحمة وضربته كويس جدا. هو كده كده كانت مفرومه، بس انا حبيت ان انا اعيد الفرم بتاعها تاني، وفرمت معاها اللهم صل على النبي التوم. بعد ما فرمت معاها التوم بالكميه ديت، قلبت بقى كل التوابل مع بعضيها. في الوقت دوت بقى، بعد ما قلبت التوابل كلها مع بعضيها وخلطت اللحمه كلها، طلعت معايا الكميه اللي انت شايفاها دي. طبعا اللون بتاعها لو انت عايزاه نفس اللون دوت براحتك خالص، لكن انا قلت اعزز اللون واحط حاجه بسيطه كده من الوان الطعام الغذائيه اللي بتتباع عند العطار. بجيب ب5 جنيه الوان طعام، ايا كان بقى اللون اللي انت عايزاه على حسب الاستخدام. انا هنا عشان عايزه لون احمر فجبت لون احمر. تمام. وقلبتها كويس جدا. تقدري تستبدلي الالوان الطعام ديت بوحده بنجر. البنجر موجود دلوقتي في السوق، تقدري تشتري وحده بنجر، ويا دوب بس كده تسلقيها في شويه ميه صغيرين، وتحطيها مع اللحمه وهي بتتضرب في قلب الكبه، هتديكي نفس التست. انا هنا قسمت اللحمه بتاعتي على الاكياس. انا عايزاها رقيقه قوي علشان خاطر بس لما اجي اطلعها تبقى سهله عليا. بعد ما قسمتها في الاكياس طلعوا معايا الكميه ديت، ده ربع كيلو اللحمه المفرومه. قسمتها بقى كده، تقدري تقسميها بالسكينه وهشيلها في الفريزر. وده شكلها بعد ما طلعت من الفريزر. طبعا البسطرمه اللي بنجيبها من السوبر ماركت عادي ممكن ناكلها كده من غير ما نحطها على النار، لكن دي مش هينفع خالص. دي لازم تتشوح على النار حتى لو لمده بس دقيقه، عشان تشم بس ريحه النار، لان في الاول وفي الاخر دي اللحمه نيه. حطيت معلقه من السمنه، نزلت كده بالبسطرمه وقلبتها شويه على النار لحد ما اتاكدت اللي هي اتشمعت معايا كويس. نزلت بقى بالبيض، هقلبهم بقى مع بعض كده بالطريقة ديت. وكده بقى معايا بيض ببسطرمة طعمه حلو جدا خطير. الحلبة الحصى لما اتفرمت او اتضربت في الكبة ادتني نفس الطعم البسطرمة اللي احنا بنجيبها من بره. عارفين البسطرمة اللي بتبقى متغلفة بالثوم دي؟ هي نفس الطعم والله يا جماعة. ده خلصنا من الفطار ومن العشاء. تعالي نعمل اي حاجة حلوة كده الولاد يحبوها، وبرضو تنفع للفطار وفي العشاء، تنفع في المصايف، تنفع سندوتشات في التمرينة بتاعت الولاد. عايزين حاجة تديهم باور بدل ما يروحوا يجيبوا مولتو، بدل ما يجيبوا كاكاية من بره والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لا احنا هنعمل لهم مربى. ودلوقتي التين حلو قوي على فكرة. النهاردة تالت يوم العيد، وانا شفت تين في عند بتاع الفاكهة وانا بشتري الفاكهة، فالتين موجود دلوقتي عشان ما لاقيش حد طالع يقول لي يا هبه وما فيش تين لسه ما طلعش. لا موجود يا جماعه والله. كل سنه وانتم طيبين. فجبت كيلو من التين، غسلته كويس جدا وحاولت على قد ما انا اقدر ان انا اصفيه من الميه بتاعته، وقطعته بالطريقه ديت كده. بعد بقى ما قطعته بالطريقه ديت حطيته في قلب حاجه كده تكون مفروده شويه، وهنزل عليه بنص كيلو من السكر. طبعا ينفع نقلل السكر لو انت حابه، بس انا بفضل النص كيلو دوت يعني على الكيلو الفاكهه بيبقى مناسب جدا. النص كيلو حوالي كوبايتين وكسور يعني. بعد ما حطيت السكر هغطيها بالطريقه ديت. لو مش عندك استرتش راب غطيها باي غطا، حتى لو هتحطيها في علبه تلاجة وتغطيها بالغطا بتاع العلبه وتدخليها بقى التلاجة. انا هنا كنت عاملاها من بالليل ودخلتها التلاجة لحد تاني يوم الصبح. بعد كده بقى جبت حله وبدات ان انا انزل بالكميه كلها جوه الحله، وهرفعها على النار، نار متوسطه مش عاليه قوي، وما تغطيش الحله عليها، سيبيها مواربه كده عشان ما تفرش معاكي على البوتاجاز. طبعا نقدر نعمل كميه اكبر لو انت عايزه، ونقدر نعمل بقى اي فاكهه احنا نحبها.
سبتها كده لحد ما اخدت غلوتين 3، وبعد كده اديتها عصرة ليمون. لو مفيش ليمون نقدر نحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. في الوقت دوت بقى خلاص هي كده يعتبر استوت معايا. لو عايزاها كريميه اكتر من كده نقدر اللي احنا نضربها ضربه بالهاند بلندر، لكن انا عايزاها الولاد يعني ياكلوا كده طعم التين، يبقى قطع معاهم في الساندوتش. لو انت هتعملي لهم مثلا مولتو في البيت وتحشيه، فاللي انت عايزاه. انا هنا قسمت الخليط على نصين، النص الاولاني سبتها قطع، والنص التاني سبتها برضو قطع، بس عارفين اللي هو ايه، مش كريمية قوي، بس برضو لما اتضربت معايا بقت حلوة. نقدر بقى نحتفظ بيها في التلاجة لمدة اسبوع، مش هيحصل لها اي حاجة خالص، وممكن كمان تقعد 10 ايام طول ما احنا بنستخدم معلقة نظيفة. تمام. ونقدر نحتفظ بيها في الفريزر لمدة 6 شهور. تعالي نعمل خلية النحل. وخلية النحل هنا بقى طريقتها بسيطة قوي وسهلة وسريعة. 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم بقى ايه، حطيت معلقتين كبار من اللبن البودر، رشة ملح بسيطة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 4 معالق كبار من الحليب البودر، ودوت اختياري. تمام. نزلت بنص كوباية من الزيت. معايا بقى هنا في قلب الطبق دوت كوباية ونص من المية، عليهم معلقتين سكر ومعلقة خميرة كبيرة. قلبتهم مع بعض وكنت سايباهم كده اشوف تفاعل الخميرة معايا اخباره ايه يعني. طبعا انا هنا في خلية النحل ما استخدمتش لبن، بس استخدمت بديله لبن بودر. فلو انتي مش عندك لبن بودر بس عندك لبن عادي، لبن سايل يعني، تقدري تستبعدي اللبن البودر وتستخدمي لبن سايل. عايزاها اقتصادية اكتر واوفر اكتر، يبقى هنشيل اللبن ونشيل اللبن البودر ونستخدم مية زي ما انا استخدمت. على فكرة خلي بالكم في الافران ما بيستخدموش حاجة بلبن ولا بزبدة ولا الكلام ده، غير بقى في الافران العالية لما تلاقي رغيف الفينو مثلا وصل لرقم، ده اللي بيستخدموا فيه الحاجات ديت. لكن اي فرن عادية تلاقي كل شغلهم بيبقى بالمية، عشان نبقى متفقين يعني، بالمية وبالزيت. بعد ما العجينه اتخمرت معايا بدات بقى ان انا هشكلها بالشكل دوت كده عندي على رخامه المطبخ، وهكون محضره بقى معايا اي نوع جبنه متوفر عندي في التلاجة. تقدري كمان تستبعدي الجبنه وتعمليها حلو، تقدري تحشيها مثلا شوكولاته، وعملنا الشوكولاته النوتيلا مع بعض، تقدري تحشيها مربى زي اللي احنا لسه كنا عاملينها، براحتك خالص. بدأت بقى انا ايه احشيها جبنه. الجبنه اللي انا حشيتها جبنه بيضه بطعم الجبنه الرومي، كان طعمها حلو قوي بصراحه. وحطيتها في قلب الصينيه بالطريقه دي. طبعا كان في فراغات، بس لما سبتها تخمر شويه كمان الفراغات دي اتملت. ودهنتها كده بدهنه بسيطه من الحليب، تقدري تستبدليها بدهنه ميه مفيش مشاكل. احنا يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقول لك بدايل الحاجه الاقتصاديه. ورشيت على وشها شويه سمسم، ودوت اختياري، في اطفال كتير ما بتحبش السمسم فنقدر نخليها ساده. هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، من غير شوايه. هتلاقيها احمرت معاكي من فوق ومن تحت، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم احلى حاجه في التسويه هي الصواني الالومنيوم. بصي بقى نعمل بقى شويه بقسماط كده وندلع الولاد من اللي بيتباعوا في الفرن. البقسماط ده مسكر، بقسماط الاس ده مسكر وطعمه حلو قوي. تعالى اقول لك انا عملته ازاي. حطيت نص كوبايه من الميه، معلقه كبيره من الخل، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره، وربع كوبايه من الزيت، وطبعا حطيت معلقه كبيره من السمنه، ورشه ملح، وكيس فانيليا. قلبت الكلام ده كله مع بعضه. طبعا معلقه السمنه هنا هتعلي التست شويه وتخلي الطعم حلو. معلقتين الزيت برضو هيخلوا الطعم حلو قوي. وطبعا هنا بعد ما قلبت كله مع بعضه واتاكدت ان السكر داب، نزلت بقى بكوبايتين من الدقيق. طبعا عايزه اقول لك بقى انت زودي هنا الدقيق براحتك خالص، يعني انا عامله كوبايتين بس نصيحه مني اعملي 4 كوبايات، لان بجد خطيره، طعمها حلو قوي. بقسماط مسكر كده من بره، بتبقى عايزه تاكلي الواحده وجري وراها واحده تانية، بجد حلوه قوي. حطيت بقى هنا كده حوالي نص كوبايه من السمسم، حطيت عليها ربع كوبايه من السكر، نزلت عليها بحوالي 4 معالق او 5 معالق من الزيت. العجينه بتاعتي ارتاحت شويه، بدات بقى ان انا اقطعها بالطريقه ديت واعملها بالشكل ده كده. بعد ما بخلصها بروح جايباها بقى منزلاها كلها في قلب السمسم ومغطياها بقى بالشكل ده كده. طبعا السمسم
دخله سكر ودخله زيت، فهيمسك معاكي في الحروف. تقدري تستبدلي حرف الاس باي حرف انت تحبيه، بس انا عملت حرف الاس علشان خاطر ده المتعارف عليه او ده اللي بيتباع في الافران. ممكن تعملي حرف الاو، برضو حرف الاو بيتباع في الافران. فاللي انت عايزاه اعمليه. او ممكن تعمليها صوابع كده، يعني ايه، مش كبيرة قوي، وسط. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. عايزة اقولك خطيرة خطيرة. ده بقى حطيه على ترابيزة السفرة، الولاد وهم رايحين وجايين واخدين الاجازة بقى هتلاقيهم كل شوية ياكلوا منه، اول ما يخلص هيسألوكي عليه. بصي طعمه حلو قوي، السكر اللي فوق الوش مديله تسكيرة كده جميلة، وبشوية دقيق صغيرين. يعني انت لو رحتي جبتي بس ربع كيلو من بره، شوفي هيقطع معاكي كام. هنا بقى عملت لهم مخبوزات، كنا رايحين النادي فقلت اعمل لهم شويه مخبوزات كده حلوه. حطيت كوبايه من الحليب، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخل الابيض، معلقتين من السكر، معلقه من الخميره، ونزلت عليهم بكوبايتين بس من الدقيق، وحطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر. عجنتها كويس جدا وسبتها تخمر بالشكل دوت كده. طبعا زي ما قلت لك نقدر نستبدل اللبن بالميه. بعد ما خمرت معايا هكورها بقى لكرات كده متوسطة، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. بعد ما خلصت الكمية كلها هاخد اول واحدة انا كورتها وافردها كده شكل مستطيل. وطبعا بحرف السكينة هعمل لها فتحات واحط جواها اي نوع جبنة احنا عايزينه، سواء بقى جبنة رومي، جبنة بيضة، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا. بصي اي حاجة عايزاها سادة اعمليها سادة. ممكن نعملها نستبدل الحادق بالحلو، برضو هتبقى خطيرة. خلصت الكمية كلها وحاولت ان انا الفها كده معايا، ما تبقاش شكلها كده طويلة، لا تبقى عارفين اللي هو ايه، واخدة نص دايرة كده، تبقى شكلها حلو معايا. بقى هنا صفار بيضة دهنتها بيه، رشة حبة البركة، ودخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 180 برضو على الرف الوسطاني. انتوا عارفين انا ما بسويش حاجة من تحت، لان لو استوت من تحت هتتحرق. وما بشغلش الشواية علشان خاطر الشواية عندي بحس ان التسوية بتاعة الفرن اصلا بتبقى احلى من الشواية. لو الفرن عندك ضعيف شوية ممكن تشغلي الشواية. تعالي نعمل بقى شوية مخبوزات بالبطاطا، تدي للعيال طاقة، تديهم بقى طاقة وباور كده حلو قوي. معايا كده حوالي نص كيلو من البطاطا، كنت سلقاها في مية عادية خالص من غير اي اضافات، بس شوية مية صغيرين. بعد ما اتسلقت وبردت معايا قشرتها، ضربتها في الكبة مع ربع كوباية من الحليب. ركزي بس في الخطوات دي لان انا عارفة انها هتعجبك. نزلت عليها ببضاية، كيس من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، وربع كوباية من الزيت. هقلب الكلام ده كله مع بعضه بالشكل دوت كده، وهنزل عليها بقى بالدقيق. الدقيق هنا مش هقدر اقولك الكمية بتاعته قد ايه، بس انزلي الاول بكوبايتين دقيق، عليهم رشة ملح بسيطة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وابدأي عجيني. كل ما تعوز معاكي دقيق زودي لها، يعني ممكن تحتاج لكوباية تانية، نص كوباية، على حسب بقى كمية البطاطا اللي انت مستخدميها. دي مخبوزات البطاطا يا جماعة خطيرة خطيرة، طعمها بيكون حلو قوي. بعد ما عجنتها بالشكل دوت كده هسيبها بقى ترتاح، ولما خمرت معايا بالطريقة دي هبدأ بقى ان انا اكورها. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة، بس بعد ما اخلصها هجيب بقى اول واحدة وابدأ ان انا ابططها واقفلها بالشكل ده كده، اكنك بتعملي بوريك بالظبط. هخلص الكمية كلها. بعد كده هجيب معايا صفار بيضة، احط عليه كيس فانيليا، وابدا ان انا ادهن وشها. طبعا نقدر نستبدل صفار البيضه بشويه لبن صغيرين، ونقدر نستبدل اللبن بشويه ميه صغيرين بس عليهم رشه سكر بسيطه. بعد كده بقى دخلتها الفرن، وحطيت على نصها سمسم وحبة البركة، والنص التاني سبته سادة. ليه بقى سبته سادة؟ علشان انا هحط على وشها شوكولاتة. الشوكولاتة دي شوكولاتة مطبخ عادية خالص اللي هي سما. سيحتها في الميكروويف. مجرد ما انا سيحتها بس معايا كده وحطيت عليها معلقة زيت، غلفتها بالطريقة دي كده. وكان معايا برضو شوكولاتة، كام مكعب كده من الشوكولاتة البيضة، حطيتهم فوق الوش ادوني الشكل النهائي ده. بصي بقى قد ايه طريه وهشه وجميله ولذيذه، وتدي للعيال طاقه كده وباور حلو قوي. الحلاوه الطحينيه، احنا اتفقنا هنعمل كل حاجه في البيت. الحلاوه الطحينيه من الحاجات اللي بتبقى لذيذه قوي. هنعملها ازاي؟ هنعملها بكوبايه سكر وكوبايه لبن بودر وكوبايه طحينه. مجرد اللي انت تحطي الثلاث مكونات دول كلهم على بعض وتزودي عليهم كيس من الفانيليا، خلاص كده الحلاوه الطحينيه خلصت معايا. معقوله هي سهله قوي كده؟ ايوه سهله والله. كوبايه لبن بودر، كوبايه سكر بودر، كوبايه طحينه،
والطحينة احنا عاملينها في البيت. ويا سلام بقى لو عندك شوية مكسرات فايضين عندك من شهر رمضان، هتبدأي اللي انت تعجنيهم مع بعض، الثلاث مكونات مع بعضهم كويس جدا لحد ما تضميهم على ايديكي تلاقيهم بقى عاملين زي الرملة المبلولة. اي علبة تلاجة حطي في قلبيها من تحت كده شوية مكسرات. انا بصراحة كان عندي فول سوداني فحطيت فول سوداني. طبعا الطحينة احنا عملناها مع بعض وطريقتها سهلة قوي وبسيطة، فتقدري بقى طالما انت عاملة الطحينة عندك في البيت فتقدري اللي انت تعملي الحلاوة الطحينية دي. طعمها بيكون حلو قوي ولذيذة، وبتتعمل سندوتشات بتبقى خطيرة معاها شوية قشطة بقى بتاعت وش اللبن دي، الطعم بيكون حلو قوي حتى لو مفيش قشطة. تعالي نعمل بقى كعب الغزال، ومن احلى واطعم كعب غزال هتقدري اللي انت تعمليه، سهل وسريع ومكوناته بسيطة قوي. نص كوباية من المية، ومعلقة من الخميرة، ومعلقتين من السكر، ربع كوباية من الزيت. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه بالطريقة ديت كده. طبعا المية تكون دافية شوية. نزلت كده بكوباية من الدقيق، وبعد كده نزلت بكوباية تانية ورشة ملح بسيطة قوي بين صوابعك كده. هقلبهم مع بعض بالمعلقة، وبعد كده هبدأ بقى ان انا اعجنهم بايدي. ما تخافيش، مش هتعوزي تزودي اي سوائل ولا تحطي اي دقيق، الكمية اللي قايله لك عليها مظبوطة. معايا هنا عجوة، والعجوة طبعا نقدر نعملها بالبلح بتاع رمضان لو متوفر عندك. عملت ايه؟ جبت على العجوة معلقة كبيرة من السمنة وعجنتهم مع بعض كويس جدا. السمنة مش هتخلي العجوة بتاعتك تنشف وهي في قلب العجينة. بعد ما ارتاحت شوية بدأت بقى اللي انا اعمل ايه، اخدت منها جزء وفردتها بالشكل دوت كده. وطبعا حطيت عليها جزء بسيط كده من العجوة. ده الشكل الاولاني اللي هو متعارف عليه، اللي انت تقدري تعمليه بكل سهولة. بصي خطيرة كده وطعمها بيكون حلو قوي ولذيذة. حطيت على وشها شوية سمسم. وطبعا العجوة برضو بفردها بالنشابة. العجوة دي تقدري اللي انت تحطي معاها شوية سمسم برضو وتقلبيهم مع بعض لو انت حابة. فردت العجوة كويس جدا بالنشابة، خليتها رقيقة قوي، وحطيتها على العجينة. وبدأت بقى اللي انا الفها رول. بعد ما تلفيها تبططيها كده شوية، تحطي على وشها شوية سمسم، وطبعا هتقطعيها. دي بقى شكل تاني غير الشكل الاولاني اللي احنا عملناه. دي من جوه كده تحسيها اللي هي ايه تحسيها اللي هي مدوره كده غير الشكل الاولاني. هحطها في صينيه مش مدهونه اي حاجه واسيبها ترتاح لمده ربع ساعه. وبعد كده هدخلها الفرن بقى على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. والله على الجمال، حاجه سهله وسريعه وطعمها حلو. كل سنه وانتم طيبين.